السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم معنا جديد بقناتي. الفيديو اليوم مصورته على يومين، البارح واليوم. واليوم كالعادة قاعدة منتج بيه وبعد شوي راح ينزل بإذن الله. بهالفترة ما أعرف صار لها ميلة يومين ثلاث، حيل تعبانة، حرارتها مرتفعة. يمكن عندها قريب وعندها حرارة بأسباب أسنانها قاعد ينمن. هنا بالليل هذا قاعد أصور بيها بالليل، الساعة كانت 1:30. ما نامت، تنام شوي، تنام شي 10 دقايق ربع ساعة بحضني طبعا، من أرميها على الفراشة ترجع تفيق. أنطيها ببرونة، أعطيها أي شي سكتها، ما تسكت. هن هسه واني قاعدة أسجل صوت اليوم نايمين اثنيناتهم. ناموا مبكر لأنه اثنيناتهم مقربين مرشحين. قبل شوي خذيناهم نزهة، قلنا يغيرون جو بما انهم مرضانين هيج مقربين يغيرون جو. ففاقت واني قاعدة أسجل صوت على الفيديو، فاقت رحت سكتتها نيمتها. هنا البارح كان أول يوم برد هذا العام، هاي الشتوية. آه بيروت. مناطق بلبنان مثل الجنوب تبرد الدنيا قبل بكير، يكون جو حيل بارد، بس ببيروت ما فيها البرد الثقيل. بس البارح يعني سبحان الله سبحان مغير الأحوال، يعني كان الجو شي واختلف الشي ثاني، كان الجو دافي لدرجة إن فاتحين الشباك والباب، لأنه أحب أني أفتح الشباك كتير، هيك يفوت هوا على البيت. فبردت الدنيا. حتى حطيت براد البرندة نزلتهن وسكرت باب البيت، وصارت تمطر الدنيا، عكس جونا بالجرية بالمنطقة الشرقية من سوريا. إذا تمطر الدنيا هناك يدفى الجو، إذا ما تمطر الدنيا يكون الجو صقيع وقحط. تبرد الدنيا. هنا لا، إذا بردت الدنيا، إذا شتت الدنيا صارت تمطر الجو بمطر، تكون الجو بارد حيل. إذا أما ما تمطر يكون الجو دافي. فهين والله هذا التصوير من عندنا من الشباك، لا تواخذونا على كبال الكهرباء والمي، اعتبروهن مهن موجودات واستمتعوا بمنظر المطر والشارع الطايف طوفان من المية. الله يكون بعون اللي عنده مشوار ضروري وبده ينزل بجو المطر، يرجع المي تكون ركبه. اي والله. فهذا تصوير البارح، كان الجو مطر. اليوم شمس ما في مطر. فبما انهم قلت لكم مرشحين الولاد، ابو مالك كان معطل اليوم، قلت له روحك ناخذ الولاد شوي على الحديقة يغيرون جو. فاخذناهم. هين قاعدة شوفتن من بيجمة، هاي جبت لي اياها اختي هدية، الله يعطيها العافية ومشكورة ما قصرت. غير شكل يعني قماشتها مثل قماشة الإحرام، تدفي حيل تدفي، يعني ما شاء الله. صايرة أفرول هي، بس ألبسها ما أحس بجو البرد أبدا. أصير أسأل زوجي إنه الجو بارد على كثر ماني دفيانة بيها. الله يعطيها العافية يا رب، والله يرزقها من حيث لا تحتسب. هدية من أختي قلت لكم. هنا رحت سويت، جعنا أني والولاد، أني ومالك وميلة، فقلت أسهل شي أسوي مقالي بطاطا. بهالفترة حيل قاعد أقلي. آه ما أعرف إيش صاير لنا، حيل نقلي، عشنا أكثريته مقالي. فهذا مالك وميلة دائما يكون عندي شغل بالمطبخ، لزوم انهم يكونون عندي. فهذول هما. فأنا خايفة عليهم من البلاط حيل بارد، فأحط الميلة هاي الدعسة حتى تقعد عليها. لو إنها لما تقعد عليها يعني مستحيل تقعد عليها، كل شوي أرجعها عليها. وهذا ملوك حبيبي، الجو الصبح كان دافي شوي، فحممته الصبح على أساس أحمم ميلة، بس غير الجو صار بارد حيل، فألقيت حمام ميلة. قلت بس أغير عليها تغيير. وهذه المقلي جهز معانا. هاي نوعية البطاطا حيل سبر بالمقلي، عن جد يعني حيل روعة، طعمتها تختلف
وما بدها لا نشا ولا أي شي أسلوب أو طريقة حتى تطلع على المغلي مقرمش، أو يطلع مقرمش لحاله عن جد والله. وطعمتها زينة يعني حلوة. هنا اليوم التصوير بلشنا التصوير من هين، كملت الفيديو اليوم. بس أخذنا الولد على الحديقة، حديقة البرج هين صايرة قريبة من عندنا. بس قليل ما نطلع عليها والله، بس أطلع هيك مشوار، أقول لازم كل أسبوع أطلع وأطلع الولاد. بس استصعب الطلعة، يكون زوجي بالشغل وولاد صغار وسيارات وعجقة بيروت، فاستصعب الطلعة. هنا اليوم مو خميس، ما كان بي عجقة بالحديقة، بس يعني منظر الشجر ومنظر الخضار ومنظر العالم للناس اللي مثلنا قليل ما تطلع من البيت تحسوا انه تغيير جو. فوالله فرحة محيل الولاد، بس والله مقربين يعني ماكلين هوا بهالقريب اثنيناتهم، حرارة وقريب. وحتى أني لسه مقربة، بس لأنه ولادي مقربين وما بي حدا يعين لازم أنا أكون قوية. لأنه يعني لازم أكون قوية علشان الولاد أعيلهم يعني، لأنه إذا عطل أبو مالك مصيبة، ظل معطل بهالأوضاع الاقتصادية الصعبة. هين والله هاي الحديقة ما شاء الله فاضية، يعني بعالم بس مو كتير. امتى تعجق بالعالم؟ يوم السبت ولا حد، باقي الأيام تكون مثل هيك بعالم بس خفيفة. فوالله غير شكل الواحد يروح، بس ما يروح يوم السبت أو الأحد، باقي أيام الأسبوع يغير جو وشم هوا، غير هوا البيت هيك يعني. هاي ميلا حيل فرحانين بهالطلعة. ما أعرف، أنا على أساس أقولكم شي شغلة بهالفيديو قررت إني أقولكم، بس والله هسه دائما أقول بدي بالفيديو الجاي أخبرهم، أقولهم، أسولفلهم هيك، أنسى يجي الفيديو أقوم أسجل عليه صوت أنسى شنو بدي أقولكم أنسى. فلازم ثاني مرة أكتبهن بورقة حتى أحكيهن بالفيديو. بدكم ما تواخذيني ايه خبروني انتم اخباركم، حطيتيلي لايك على الفيديو ولا لسه؟ اللي ما حط لايك على الفيديو حطلي لايك. قاعد احاول قدر امكاني انزل فيديوهات يومي او كل يوم والثاني. هذا فيديو اليوم، اشوفكم فيديو جديد في امان.